صباح النور. لايف اليوم نخدم في بلاصة نائية في قرية صغيرة. طيب باش نوريكم البلاصة لأنها مزيانة برشا، وباش نعمل اللايف هذايا لأنه طلبوه مني المربيين اللي المدرسين والمربيين معلمين اللي يخدموا مع تلامذة ومع طلبة، يحبوا على شوية نصايح باش ينجموا يحميوا نفسهم من العدوى في الفترة هذه. باش نحل اللايف نحكيو على الموضوع هذايا. تو الساعة باش نوريكم البلاصة اللي نخدم فيها، حلوة برشا. شوفوها كيفاه، بلاصة صغيرة فيها جبل، في وسط الجبل. هي قرية صغيرة جبلية. هذه في توا نزيدوا شهية ركيكة وتولي كلها ثلج البلاصة هذه. هذه البرونتو سوكورسو اللي انا توا فيه نخدم اليوم. تنوريكم العيادة. نجمش نبعد برشا لان الكونيكسيون تتقص. حبيت نوريكم الكونتكست وبعد نبداو اللايف. باش نفسر سال داتونت، قاعة الانتظار هذيا، الجال ديما الجال، قهوة والماكلة وهذه العيادة، هذه عيادتي. اوكي، هذه العيادة. عندنا الفريجيدير اللي فيه الأدوية اللي تجي في الفريجيدير، كيما الادرينالين، كيما برشا أدويات لازمهم يجيو في الفريجيدير. البيرو، الكمبيوتر، وعنا الماتيريال. ويواش تحت حاجة هزو، هذيك الأدوية والسرير والحوض لغسل اليدين الناجع. أنا نغسل يدينا برشا مرات. به وريتكم البيرو متاعي، العيادة. توا نعملوا شوية اللايف، نرجعوا لحديثنا. باش نعمل قصير باش على الأقل ما نطولش عليكم بالحديث، نحكيو في الحاجات الرسمية. اوكي، توا احنا حدنا نجموا نحيو الماسك، نرتاحوا من الماسك، نحيو الجيلية لأنها البرة 0 درجة، فما 0 درجة الحرارة، 0 اليوم، يعني الدنيا باردة مش نورمال. اوبلا هاي واش به. اليوم باش نعطيكم نصايح، نجاوب على اللي سألوني على نصائح لوقاية المعلمين والتلامذة في المحيط المدرسي. أنا ساعات حكيت عليهم الحاجات هذم في لايفات أخرين، لكن اليوم باش نلخص لكم ملخص يعني النصائح هذه. هي أكيد النصائح العامة تقعد ديما معمول بها، معناها غسل اليدين الناجع وتنظيف اليدين وتعقيمها لازم يكون عملية آلية في المدارس وفي المعاهد والبلايص اللي فيها فما تجمعات كبيرة معناها متاع أعداد. إذا كان تعذر علينا الغسل بالماء والصابون كما قلت لكم، فما نصيحة يا إما يكون عندنا الجال المعقم أو نحطوا هيك المنادل المبللة لسيرفيات هوميديفيه، نصبوا فيهم الكول، نصبوا فيهم القوارص. كي نصبوا فيهم القوارص ولا الكول نردوهم، يوليوا ينجموا ينظفوا برشا اليد ويعاونونا برشا كي نبداو في وسط القسم. اوكي، يعني على الطاوله نحطوها. بالنسبه للصغار نحطوها لهم في الساكادو نتاعهم، وبالنسبه للمدرسين يبدا عندهم ينظفوا يديهم بصفه مستمره، خاصه بعد لمس الاوراق. وقت اللي نمسوا الكتب والكرارس نتاع التلامذه ولا نمسوا اي ماتيريال، بعد ما نخافوش يعني منهم الحوايج هذوما. اذا كان يدنا ما تمسش وجهنا ما نجموش، ما نخافوش، لانها العدوى ما تصير العدوى وقت اللي نمسوا الكرارس او الكتب، وبعد مثلا نمسوا وجوهنا. كي نمسوا وجوهنا وقتها نجموا ننقلوا العدوى. باهي،
يعني نستحفظوا على يدينا، لأنها الباب متاع دخول الفيروس لجسم الإنسان هو اليدين. إذا نعتنيوا بها تنجموا معناها تتهناوا إنه مستحيل تصير العدوى. الحاجة الثانية بخلاف هذا، إن نراقبوا الناس اللي يدخلوا للمدارس والمعاهد والبلايص اللي فيها تجمعات كبيرة، الكل لازم نراقبوهم ما يكونش عندهم أعراض مشابهة لأعراض الإنفلونزا. يعني ما يكونش عندهم برودة، ما يكونش عندهم قريب، ما يكونش خشمهم يجري، ما يكونوش يكحوا، ما يكونش عندهم سخانة، نقيسوا لهم السخانة، نثبتوا فيهم، نسألوهم شنو أحوالكم. ديما نسألوا، يعني في القسم نسألوا الصغار في الصباح باهية، عادة باهية، نسألوهم شنو أحوالكم، لاباس الأولاد، أموركم هانية، ما عندكمش مشاكل. اللي لاباس ينجم يقعد في المدرسة، اللي عنده أعراض لازم يروح للدار، معناه نتصلوا بوالديه ولا بحد يجي يروح به يهزوا للدار حتى يكش للي يشفى. هذا يخلينا نخفضوا برشا من إمكانية العدوى في القسم، لأنه الإنسان اللي حامل للأعراض يولي معدي بصفة كبيرة، لأنه الفيروس يخرج في إفرازاته في الأنف، في الفم، في جميع الإفرازات، ونولي وقتها العدوى تولي أقوى وأسرع وتنتشر بسهولة. هذا بالنسبة للمدرس المربي، وبالنسبة للتلامذة وجميع الموظفين اللي يخدموا في المحيط المدرسي أو في المعهد. الحاجة الأخرى اللي باش نوصيكم عليها، ارتداء الكمامات. ارتداء الكمامات هو للصغار من عمر 6 سنين وانت طالع، ننصحوا انهم يكونوا لابسين الكمامات. هذه حاجة تخلينا نخفضوا برشا في العدوى، ما تصيرش العدوى إذا كان الكلنا لابسين الكمامات في القسم، تولي تصعب يعني إنها العدوى تصير. يعني الصغار ماذا بينا لو كان يلبسوا الكمامات والمدرسين يلبسوا الكمامات. ونظرا للانتشار الكبير للفيروس، ارتداء الكمامة توا ننصحوا به يعني من أول الدخول للمدرسة إلى مغادرتها، معناها نهار كامل، الوقت الكامل متاع التدريس الكل لازم يبدأوا لابسين الكمامات على غالب. يعني توا وقت انتشرت فيه برشا العدوى، ولازمنا نستحفظوا على الكمامة وما نحيوهاش حتى وقت اللي يبدأوا الصغار قاعدين يعني هكا على الطاولة وأمورهم هانية، لازم يكونوا لابسين الكمامات ماذا بينا. وهي الدولة مثلا في إيطاليا احنا من 6 سنين وانت طالع كلهم يلبسوا الكمامات إجباريا. بالنسبة لتونس، تونس حطت من 12 سنة وانت طالع، لكن أنا ننصحكم نظرا للوضع الوبائي الحالي، ننصحكم العائلات اللي تنجم أولادها تلبس الكمامة ماذا بينا نلبسوها لهم من وقت، من عام من اللي يوليوا عمرهم 6 سنين، يعني من السنة الأولى ابتدائي يبدأوا يلبسوا الكمامات. لأنه تحت 6 سنين من الصعب أنه الطفل ينجم يستعمل الكمامة وينجم ينحيها بطريقة صحيحة ويلبسها يعني في الوقت المناسب. يعني تحت 6 سنين ما نعملوش عليها الحكاية هذه، لكن فوق 6 سنين الصغار يفهموا، نجموا ندربوهم ونعلموهم يلبسوا الكمامات. الحاجة الأخرى اللي يعملوها في القسم اللي هي أثبتت تخفيض كبير للعدوى، إنك تحل الشبابك. إذا أنت تقعد في مكان مغلق، كونه يكون قاعة متاع قسم، قاعة اجتماع، قاعة عمل، غرفة في مستشفى، في نمبورت كوا، عيادة طبية، أي بلاصة، متجر يعني في متجر ولا حانوت ولا نمبورت كوا، أي بلاصة، فارماسي، صيدلية، كلهم الناس هذوما الكل اللي فيها يعني باش يصير فيها اكتظاظ واجتماع متاع ناس لازم يحلوا الشباك. هذا باش نعطيكم مثل واضح بالنسبة للمدرسة. مدرسة إذا كان ناخذوا قسم فيه 24 تلميذ قاعدين في بلايصهم ومعاهم معلم، المعلم هذايا نعتبروه انه هو اللي حامل للفيروس، اوكي حامل للفيروس ومش ظاهر عليه. اذا كان كلهم لابسين الكمامات معناها طيلة درس يدوم 4 سوايع يكونوا كلهم لابسين كمامات، ولكن الشبابك مسكرة على ال 24 تلميذ هذوكم، ممكن 6 ممكن برشا 6 منهم باش تنتقل لهم العدوى، معناها 6 تنتقل لهم العدوى. إذا كان احنا نحلوا الشباك، إذا كانوا هما في نفس الحالة لابسين الكمامات في بلاصة هكا في قاعة مع معلم اللي هو ممكن يكون حامل للفيروس، قداش باش يصير لهم العدوى إذا كان الشباك محلول؟ إذا نحلوا الشباك ونحلوا الباب، العدوى ممكن تولي شبه
من الصعب يعني انها تكون انتقلت، ولكن لعل راهو واحد برك على هاك ال 24 يولي فيه شك انه انتقلت له العدوى. معناها شوفوا قديش الشباك كيف يحلوا الشباك، قديش يخفض امكانيه العدوى حسب الدراسات اللي عملتها وزاره الدفاع الامريكيه، اللي هم يدرسوا ياسر في الحاجات هذيا، يلقاو اللي العدوى تنقص بنسبه 70% وقت اللي نحلوا الشباك. اي بلاصه تدخلوا لها، انا مثلا كي نمشي باش نعدي على مريض، اول حاجه نثبت المريض يكون لابس الكمامه اول حاجه، ونحل الشباك في الوقت، نقول لهم حلوا الشباك قبل ما ندخل للغرفه، نحل الشباك. في اللحظه هذيك اللي تحل فيها الشباك يتغير الهواء، واذا كان فما فيروس يعني مستحيل يصير انتشاره في الغرفه هذيك وتصعب برشا العدوى. هذوما النصائح اللي نعطيهم لكم في المحيط المدرسي. معناها مراقبة الأعراض عند الدخول إلى المدرسة للأطفال وللمدرسين وجميع العمال متاع المدرسة. ارتداء الكمامات طيلة وقت الدراسة بالنسبة للمدرسين وبالنسبة للتلامذة، طيلة من عمر 6 سنين وانت طالع كلهم يلبسوا الكمامات. هذا يخلينا نخفضوا برشا في نسبة العدوى. الحاجة الثالثة إن نستحفظوا على يدينا برشا، نعقموا يدينا أو نغسلوها بالماء والصابون. إذا كان ما نجمناش نغسلوها في قسم مثلا ولا في بلاصة مسكرة، نوليو نستعملوا المناديل المبللة، نحطوا فيها الكحول ونستعملوها من حين إلى آخر، خاصة بعد لمس الدفاتر والكراسات والكتب وتبادل الأدوات. بعد العمليات هذه كل لازمنا يدينا نعقموها باش نحافظوا على رواحنا وما يتعدلناش الفيروس. حاجة الأخرى اللي نوصيكم عليها هي فتح الشبابيك والبيبان، وتخليوا الهواء ديما يدور في البلايص الكل. ما تقعدوش مع ناس في بلاصة مسكرة من غير ما يكون الشباك محلول. هذوما إذا كان احنا نحافظوا على الحاجات هذه كلها بقدرة الله العدوى تنخفض بصفة كبيرة، لأنه هو بطبعهم الصغار اللي عمرهم تحت 12 سنة عندهم قابلية أقل من الكبار في نقل العدوى، وعندهم قابلية أقل في نقل العدوى بينات بعضهم. معناها هي ديجا القابلية خفيفة، لكن احنا كي نزيدوا معاها الإجراءات هذه تولي تنخفض بصفة كبيرة الإمكانية. هذا النصائح اللي نعطيها لكم للمدرسين اللي يخدموا في محيط مدرسي، كونه تكون جامعة، ليسي يعني معهد أو مدرسة ابتدائية، كله كيف كيف. بالنسبة للي عندهم فما أطفال عندهم حساسية، معناها ديما يعطسوا، يجي الوقت هذا البرد وكل يوليوا يعطسوا ويولي خشمهم يجري ويولي. هذوكم لازمنا نكونوا نعرفوا حالتهم الصحية من الأول، لأنهم عندهم زادة أدوية، إنهم والديهم يعطيهم الأدوية المضادة للحساسية باش هيك الأعراض هذيك نتحكموا فيها وما توصلش معناها تظهر على الصغير وما يوليش فيه شك. لكن احنا ماذا بينا في الأماكن هذه اللي فيها تجمعات، ماذا بينا إذا كان إنسان فيه شك عنده نوع من الأعراض لازم نبعثوه للدار يثبت الساعة، نثبته في حالته الصحية وبعد يرجع للمدرسة. أوكي، معناها ما نخليوش يكون يعرض الآخرين للعدوى. شنو الحاجات الأخرى باش نوصيكم في المحيط المدرسي هذه هي وكيفاش يعني نكونوا نتصرفوا وقت اللي فما حالات مشتبهة مثلا في قسم. إذا كان في قسم ما مثلا عندنا خرج مثلا المعلم إيجابي، مثلا المعلم عمل تحليل وظهرت عليه الأعراض وطلع إيجابي، كيفاش نتصرفوا في الحالة هذيك؟ نتصرفوا بأنهم الصغار هذوكم أكيد إذا كانوا محترمين القواعد هذه، يعني لابسين الكمامات، المعلم لابس الكمامات والصغار لابسين الكمامات ومحترمين البروتوكول، نولي وقتها ما نعملوش حتى شيء. معناها المعلم يمشي كارونتين، معناها يمشي حجر صحي إلى أن يتم شفائه، والناس المخالطين اللي لازمهم يعملوا تحاليل أو يمشيوا حتى هما حظر صحي هما اللي خالطوه عن قرب من غير ارتداء الكمامة لمدة تفوت 15 دقيقة، معناها في مكان مغلق ولمدة تفوت 15 دقيقة. الناس اللي قعدوا معاه أكثر من ربع ساعة من غير كمامة
في المدة هذيك هما الناس اللي فيهم شك، اللي يمشيوا حجر صحي مدة 10 أيام ويراقبوا ظهور الأعراض. مش لازم نعملوا التحليل طول، لأنه إذا إنسان خالط إنسان مشكوك فيه ويمشي ديريكت يعمل التحليل في الوقت هذاك ينجم يكون هو في فترة الحضانة، وينجم يظهر تحليل سلبي ولكنه هو حامل للفيروس. شنو نعملوا؟ معناها نمشيو حجر صحي يقعد على الأقل 5 أيام حجر صحي. في ال5 أيام هذوكم يراقب روحه طلعتش أعراض، ظهرتش عليه أي علامة. إذا يعمل في النهار الخامس، إذا يحب يعمل التحليل لأنه وقتها تكون أكثر يعني الإمكانية أنه ظهر عليه المرض. إذا ما يحبش يعمل التحليل ينجم ما يعملش التحليل ويكتفي بأنه يكمل أيام الحجر الصحي. إذا قعد 10 أيام 14 يوم من غير لا يظهر عليه أعراض، معناها ما صارتش العدوى، ويرجع يعني واصل حياته كما قبل من غير حتى لا يعمل تحاليل. به هذوما توا النصائح بالنسبة للعاملين في الميدان المدرسي. به كملنا توا النصائح. ننصحكم باش تعملوا التلقيح. أكيد المعلمين المعرضين يعني للعدوى ننصحهم يعملوا تلقيح متاع الإنفلونزا الموسمية اللي هي الجريب إذا كان توفر. نعرف اللي في تونس فما مشكلة كبيرة باش يلقاو التلقيح، لكن فئة المعلمين هم معرضين، وخاصة اللي حاملين الأمراض المزمنة منهم، وخاصة اللي أعمارهم تفوق 60 سنة. هذوما ننصحهم معناها إنهم يعملوا التلقيح، لأنهم الصغار من ناحية عدوى الإنفلونزا الموسمية ينقلوا برشا العدوى متاع الإنفلونزا الموسمية. بالنسبة للكورونا أقل، يعني ينقلوا أقل فيروس كورونا من الإنفلونزا الموسمية. معناها لقحوا المعلمين، ماذا بينا لو كان يلقاوا فرصة يلقحوا إذا ما عندهمش مشاكل صحية تمنعهم من التلقيح. المشكلة المهمة الصحية اللي تمنع من تلقيح الإنفلونزا الموسمية هي الحساسية من بروتينات البيض. يعني الناس اللي عندهم مشاكل ما ياكلوش البيض لأنه يعمل لهم حساسية، ما ياكلوش العظم، هذوكم معناها تلقيح الإنفلونزا ما لازمش يعملوه، لأنه تلقيح الإنفلونزا يتم تطويره في بروتينات البيض. معناها يستعملوا العظام متاع الدجاج باش يخرجوا فيه التلقيح. هو المحيط اللي يصنعوا فيه التلقيح متاع الإنفلونزا هو بروتينات البيض. يعني اللي عنده حساسية من بروتينات البيض هو من الناس اللي هما ما ينجموش يعملوا التلقيح. زيد معاهم الحوامل قبل 4 شهور، معناها ال4 شهور الأولانيين الحوامل ما لازمهمش يعملوا تلقيح الإنفلونزا، يعملوه من الشهر الرابع وانت ماشي. البقية ينجموا يعملوا التلقيح، يشاوروا طبيبهم، طبيب العائلة أو الطبيب المباشر بتاعهم، ويعملوا التلقيح من غير مشكلة. إن شاء الله نكون جاوبت على أسئلتكم الكل. توا باش نسكر اللايف هذا لأنه نحب نخليه هكا قصير باش معناها ينجموا يطلعوا عليه الناس اللي يخدموا في الميدان متاع التعليم والتربية، وبعد نحلوا لايف آخر نحكيو فيه إذا تحبوا نحكيو فيه مواضيع أخرى ونجاوب على أسئلتكم. أوكي، فما نجد نجاوب على السؤال هذا: كيف نتعامل مع أوراق الامتحانات؟ كيف نحمي أنفسنا رجاء؟ ماني قلت لكم نفس القاعدة تمشي. القاعدة هي إنك الأوراق تعتبرها ممكن تكون حاملة للفيروس، وإذا كان تكون تعتبرها بالطريقة هذيك، كيفاش باش يكون مدخل الفيروس لجسمك؟ مدخل الفيروس هو دائما اليدين. معناها إذا أنت تمس أوراق حتى ولو تكون الأوراق هذيك حاملة للفيروس، مادام يدك ما مستش وجهك، إذا لم تلمس وجهك معناها راك مستحيل تصير لك العدوى. معناها ما يطيرش الفيروس، ما ينقزش من الأوراق ويمشي لك هو في أنفك ولا في فمك، هذا ما يصيرش أبدا. اللي يصير إنك تمس أنت أوراق الامتحان مثلا وتكون لا قدر الله هي كانت لامسها معناها تلميذ حامل للفيروس، إذا أنت تمس الأوراق هذوكم وبعد تمشي تحك وجهك ولا تمشي تحك عينيك ولا تمشي تحط يدك في فمك مثلا، ثم ناس عندهم عادة سيئة أكل الأظافر، إذا تعمل العملة هذه نجم وقتها العدوى تصير.
لكن شنو هي الحاجة اللي يعملوها المدرسين وقت الامتحانات؟ وقت اللي انت توزع الامتحانات، يعني الأوراق متاع الامتحانات أو تجمعها، تولي لازمك ديما عندك الجيل المعقم تعقم به يديك في الوقت. أول ما تعقم يديك ما عادش عندك حتى خطر، لأنه يدك ما عادش فيها الفيروس. وإلا إذا ما عندكش الجيل المعقم تغسل يدك بالماء والصابون إذا أمكن. إذا ما عندكش هذايا كما قلت لكم تعملوا مناديل مبللة وتصبوا فيها القوارص أو الكول، وتوليوا تمسحوا بالمناديل المبللة هذيك. بعد كل عملية تصير فيها لمس أوراق امتحان أو مش أوراق امتحان. أوكي. أوكي، هذا هو النصيحة اللي نعطيها لكم بصفة عامة. حافظوا على يديكم في ميدان التدريس، وحافظوا على أنه الجميع يكونوا في صحة جيدة في القسم، والجميع يكونوا ما عندهمش أعراض كما الكحة والعطس والحرارة والإسهال. هذه كلها الحاجات اللي لازمنا نثبتوا فيها، ونحافظوا على أنه الجميع يكونوا يرتديوا الكمامات. إذا صارت الأمور هذه ونحلوا شبابك، ما عنا علاش نخافوا. الفيروس ينتقل كان عن طريق اليدين، واليدين إذا تعقمهم أو تغسلهم أو تنظفهم ما عادش فيهم خطر، حتى ولو يكونوا لمسوا أوراق حاملة للفيروس. باهي، يلا سلم عليكم. تو نعاود نحل اللايف. نحب هذا يقعد اللايف قصير باش ينجموا يتفرجوا فيه الناس الكل، لأنه فيه نصائح خاصة للناس اللي تخدم في سلك التعليم. يلا باي باي.